السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاهزين للمدارس؟ انا جاهزة، ولو انتي مش جاهزة انا هخليكي جاهزة بالفيديو ده. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير رهيبة، من جمالها مش هتبطلي تعمليها ابدا. فطار بقى، عشاء، تحطيها كمان في اللانش بوكس لو انتي مستعجلة، هتنجزك في كل الاحوال. فطاير هشة وخفيفة، بتحسي بعد ما تاكليها كأنك ما اكلتيش حاجة من حلاوتها ومن جمالها. يلا بينا بقى نسمي الله ونبدأ الوصفة الحلوة دي. شايفين التوريق؟ يلا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا كوباية من اللبن ونص كوباية من المية الدافين طبعا، وكيس من الخميرة، وكمان حطيت 3 معالق قشطة ومعلقة من الزبادي، وكمان 3 معالق من السكر العادي الحبيبات. كمان هحط 3 معالق من اللبن البودر، وهقلب كل ده كويس جدا، وهنزل عليه بكيلو دقيق. نسيت اقول لكم قبل الدقيق انا نزلت ب3 معالق من الزيت وقلبت كويس جدا، وبعدين هنزل بكيلو من الدقيق عليه رشة ملح، وكمان كيس من البيكنج باودر. هحط جنبي بقى كوباية مية دافية علشان اكمل العجن بتاع الدقيق بتاعي. هعجن بقى كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما توصل للقوام ده، وبعدين هحط عليها حوالي ربع كوباية من الزبدة. هعجنها تاني 5 دقايق برضو لحد ما توصل معايا كده قوام متماسك بس بتلزق شوية. والحشوة هنا عندي هحط زبدة، وهحط عليها زعتر، وهحط عليها توم. دي حشوة الفطاير التركية. بصوا خمرت بقى بسم الله ما شاء الله ازاي. خمرت فوق قياسي يعني، مع اننا في الشتاء، بس هي جميلة جدا، عجينة ممتازة. فردتها بقى كأنك بتعملي السينامون رول بالظبط. حطيت الزبدة بالأعشاب بتاعتي، وبعدين حطيت فلفل وطماطم. بصوا بقى خلينا متفقين ان الحشوة دي زي ما تحبي. انا حطيت لانشون، كزبرة الخضرا بتفرق تماما، وحطيت كمان فلفل اخضر، وحطيت طماطم طبعا بالجبن هتكون ممتازة. بلفها بقى لفة السينامون رول. اهم حاجة البيزك بتاعي الزبدة مع الزعتر مع الثوم والكزبرة الخضراء، وبقية الحشوة براحتك خالص بقى، بدعي فيها زي ما انت عايزة. قطعتها شبه السينامون رول، وبعدين سبتها بالشكل ده علشان تخمر شوية على جنب. وبعدين هحط بيضة ولبن ومعلقة من الكاتشب وفلفل اسمر، وبعدين ونقطة من الخل، وبعدين بدهن الوش بتاعها بيها، وبدخلها على درجة حرارة عالية. عموما احنا اتفقنا بقى خلاص المعجنات بتاعتنا درجة عالية وتكون قريبة من النار. هنتهى وهرش عليها سمسم او حبة البصل